عملت النهارده لولادي فشار الدجاج المقرمش يا حبايب قلبي اللي بتاع كنتاكي في البيت بطريقه سهله وبسيطه وحلوه قوي، وقرمشته لذيذه وبجد شايفين كده الجمال وكمان طعمه حلو قوي. ما تيجوا كده مع بعض نشوف عملنا العظمه دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. النهارده هنعمل فشار الدجاج المقرمش على طريقه كنتاكي، طريقه سهله وحلوه قوي وبجد بيبقى طعمه حلو قوي لذيذ، وطبعا بيبقى غالي قوي بره، فاحنا هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه وجميله. ومعانا بقى كده يا حبايب قلبي صدر فرخه، يعني ممكن نقول نص كيلو كده، قيمه نص كيلو سليم زي ما هو كده. ومعانا بقى كده البهارات بتاعتنا، معايا كده معالق كلها صغيره، معايا كده معلقه شطه ومش هيبقى حراق ولا اي حاجه خالص، هو هيبقى لذيذ ان شاء الله. ومعايا كده معلقه توم باودر، معلقه مرقه من اللي هي الفوريه، معلقه بابريكا، ومعلقه فلفل اسود، ويفضل يكون ابيض بس ما كانش موجود عندي، ومعلقه ملح. هي دي بس البهارات بتاعتنا يا حبيب قلبي، مش اكتر من كده. ومعايا بقى لبن رايب، يعني كوبايه لبن رايب، ولو ما فيش لبن رايب لبن عادي خالص، ونحط عليه عصره ليمونه ونسيبه بس دقيقتين، يبقى لبن رايب عادي خالص، ما فيش اي مشاكل. نروح بقى كده نقطع بقى، ياخد كده دوخت نفسي ليه كده. ناخده بقى كده وايه، اول حاجه هنخلي بقى الحته اللي هي بتبقى ايه جوه دي بالشكل دوت كده. بعد كده هنقطعها اصابع، والاصابع بتاعتي تكون ايه رفيعه بالشكل دوت كده يا حبيب قلبي. مش هندخله عشان احنا هنعمله يعني شبه الفشار بالظبط في الحجم، فهنقطعه اصابع كده رفيعه كده. يا رب اكون بفيدكم واكون كمان ضيفه خفيفه، وبشكر كل حبايب قلبي اللي داخلين قناتي جداد واللي بيدعموني باللايكات، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. بعد كده هنبدا بقى نقطع يا حبايب قلبي حتت صغننه كده. قطعته بقى كده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين، عشان انا غسلت ايديا بقى، فزي ما انتم شايفين كده. طبعا قبل ما قطعته، يعني قبل ما اقطعه عملته نقحته نقعه كويسه، طبعا الملح والسكر والليمون يا حبيب قلبي، ونضيف خالص زي ما انتم شايفين كده. مقطعه بقى التقطيعه الحلوه، ما نقطعش وننقع، يعني ننقع الاول بعد كده نقطع. معانا بقى كده اللبن الرايب، كوبايه لزقت ولا ايه؟ ننزل بقى كده باللبن الرايب وايه، ناخد بقى البهارات بتاعتنا الحلوه الجميله، بهارات حلوه قوي. هنقلب بقى كده التتبيله بتاعتنا الجميله دي، بجد حلوه، والشطه مش هتبقى، يعني لو عايزين تستغنوا عنها مفيش اي مشاكل، بس انا ولادي المره دي حابينها بالشطه، بس هي مش هتبقى حراقه ولا حاجه، هي تدي طعم حلو كده خفيف كده من الحرقان، مش حراقه قوي. قلبنا بقى كده التتبيله بتاعتنا ودمجناها حلوه قوي. هننزل بقى كده قطعه الفراخ بقى بتاعتنا، ناخد كده القطعه وننزل بقى كده قطع الفراخ بالشكل دوت. نزلنا بقى كده الفشار بتاعنا يا حبيب قلبي في التتبيله، والتتبيله بتاعتنا حلوه قوي ومظبوطه. هنقلبه بقى كده، واهم حاجه ان هو يقعد 4 ساعات، ويفضل يكون ليله كامله كمان، يعني نتبله بقى كده ونغطيه بالاسترتش وندخله ايه التلاجة يا حبيب قلبي 4 ساعات او ليله بقى زي ما انتوا حابين. كل ما يقعد في التتبيله كل ما يكون افضل. فان شاء الله باذن الله نسيبه كده 4 ساعات، وبعد كده نقليه مع بعض. وازاي هقول لكم ازاي يحتفظ بالكفر بتاعه ويبقى مقرمش وحلو قوي، وبجد بجد هيعجبكم. دلوقتي يا حبيب قلبي فات 4 ساعات على الفشار بتاعنا بقى،
بتاع الفراخ اللي هي الفشار بتاعت كنتاكي. زي ما انتم شايفين كده التتبيله حلوه قوي والريحه جميله بجد، يستاهل التجربه. واهم حاجه بقى، اهم خطوه علشان خاطر ناخد فشار مقرمش وحلو قوي، ان احنا نصفيه حلو قوي من التتبيله دي. نحطه بقى كده في مصفى، والمصفى بقى يكون حاجه تحتيها يعني. ننزله بقى كده ونصفيه بقى حلو خالص. ممكن نرجعه في البوله كده. شفتوا بقى هي بتنزل الصوص بتاعها اهوت. نحطه بقى هنا كده وايه يعني نديله تقليبه حلوه قوي. انا مش عايزه صوص خالص علشان خاطر انا عايزه الكفر بتاعنا يبقى ماسك وحلو قوي وكمان مقرمش قوي. فاحطه بقى كده وايه واسيبه شويه قبل ما نجهز بقى الكفر الخارجي مع بعض يا حبيب قلبي. بقى كده كفر التغطيه يا حبيب قلبي. انا معايا كده بوله مليانه دقيق زي ما انتم شايفين كده، هفضيها بقى بالشكل دوت. ومعايا كده نص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه توم باودر، ونص معلقه ملح، مش اكتر من كده. هنقلب بقى كده كفر التغطيه حبيب قلبي بالشكل دوت. مش هنحط نشا ومش هنحط اي حاجه تاني غير هو كده بس هنجيب ميه ساقعه، ويفضل يكون فيها تلج او ميه ساقعه بس يعني الموجود، علشان خاطر هنعمل تريكيه كده. ولو انتوا عايزين تبدروا من الدقيق وتقلوا على طول عادي خالص، بس احنا عايزين الكفر بقى يبقى مقرمش وحلو قوي. احنا بنعمل فشار، فالفشار طب دايما بيبقى مقرمش وطعمه حلو. وطبعا بقى الفراخ بتاعتنا صفت كل التتبيله زي ما انتم شايفين، يعني خرجت كل التتبيله. انا اديتها بس تقليبه كده، هاخد بقى منها شويه كده وهنزلها بقى كده على الدقيق بالشكل دوت. واجيب كمان البوله اللي فيها ميه. هنغلب بقى في الدقيق يا حبايب قلبي بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. ولازم ايه يعني نعملها كده بالشكل دوت، يعني ما نخليش كل واحده يعني لوحدها. وطبعا جبت بقى ميه وفيها قطع تلج، ويفضل يعني يكون فيها قطع تلج او ميه ساقعه قوي. ومعانا كمان مصفى عشان نخرج. انا ممكن اخرج بقى كده وايه وابدر على طول، يعني احط هنا كده ما احطش يعني في الميه وكده، من الدقيق على طول للخلطه. هي ماسك نفسه حلو خالص اهو. بس احنا ايه هنبدر كمان. انا هاخده بقى كده يكون اسهل كتير. صح كده، صح كده. اهم حاجه ضبط الشغل. نديله بقى كده تقريبا نصفيه خالص من الدقيق، وهننزله بقى في الميه كده تقليبه برضو. بعد كده هاخده بقى بالشكل دوت واديله نفس الايه التقليبه. وطبعا حاطه زيت بقى، واهم حاجه يكون حله بقى او الصينيه اللي احنا يعني الطاسه اللي احنا هنقلي فيها تكون غويطه، علشان خاطر ايه يعني يستوي حلو قوي وفي نفس الوقت يبقى مقرمش وكله واخد لون واحد. اهم حاجه لما بيكون الزيت غزير كده حبيب قلبي بيخلي الحاجه كلها لون واحد. انا مش بهدر يعني ولا حاجه، احنا ممكن نصفي الزيت وبنستخدمه تاني في حاجات تانية. شايفين كده تمام. هاخد بقى المره دي وهصفي بقى كده. هو بصراحه التتبيله بتاعته فظيعه خالص واحلى فشار. شايفين بقى كده القرمشه، قرمشه ايه، شايفين اللي هيدينا القرمشه. شايفين بقى الشكل دوت هو اللي هيدينا القرمشه. نصفي خالص بقى كده ونروح على الطاسه بتاعتنا الحلوه الجميله. انا مولعه عليها، مولعه على الحله. نروح بقى كده مع بعض. وكده يا حبيب قلبي الزيت بتاعنا سخن، يعني سخن كفايه. وعشان نتاكد هننزل بقى كده ايه بحته صغننه كده اهو. بدا ايه يعمل زي ما انتم شايفين وهتعلى على طول اهي. هننزل بقى كده ونحاول ايه ناخد بالنا من ايدينا برضو وايه ونفرقه عن بعضه كده عشان ناخد القرمشه الحلوه اللي احنا عايزينها ان شاء الله. الريحه حلوه قوي وان شاء الله الطعم هيكون احلى. واتمنى اكون بفيدكم يا حبيب قلبي، واتمنى اكون ضيفه خفيفه.
دلوقتي اول طلعنا بقى كده اول مره انا حطيت فشار يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده. هنزل بس وبعد كده اوريكم القرمشه وقد ايه ريحته حلوه قوي، وان شاء الله باذن الله طعمه يكون احلى كمان. هننزله وحدات كده، مش عايزينه يبقى ماسك في بعضه، واهم حاجه بقى ان احنا نفضه حلو قوي من الدقيق، وما حطيناش بقى على الدقيق بتاعنا نشا ولا اي حاجه، وطالع مقرمش وحلو قوي، وبجد تتبيلته روعه. ممكن بقى تتبليه كده يبقى ايه تسليه كده مع فينو بالليل بقى. طبعا انتوا عارفين جوع يعني في الشتاء الواحد بيجوع اكتر من الصيف، وكمان الليل بقى بيبقى طويل قوي، فبنفكر في اكلات خفيفه وحاجات لذيذه كده يعني بالليل كده. فدي من الحاجات اللي لذيذه وخفيفه، وبجد ما خدتش وقت لا في التتبيله ولا في التقطيع ولا في اي حاجه خالص. حتى التتبيله بتاعتها طالعه بجد بجد بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا هنوزعها توزيعه خفيفه خالص يا بصوا كده، بس مش هقلب خالص دلوقتي. نروح نشوف بقى الجمال، عايزين نسمع بقى الصوت اللذيذ بقى. شوفوا يا جمال يا جمال، خلصنا اجمل فشار مقرمش يا حبيب قلبي. فشار ده ولا مش فشار؟ شايفين الجمال؟ عايزه اوريكم كمان صوت القرمشه حلو قوي، تتبيلته جميله، وكمان ما خدش وقت بجد والله. وده بقى جوع اخر الليل. طبعا انتوا عارفين بقى جو الشتاء وكده بنحب الاكلات اللذيذه السريعه دي. وطبعا بقى جبت لهم فينو ومايونيز وكاتشب، يعني هنقول بقى ايه عشاء خفيف. إيه ممكن بقى يعني بالليل كده واحنا قاعدين نعمل كده سندوتشات خفيفه سريعه، هو لذيذ، وممكن كمان نتسلى بيه كده. انا عايزه اوريكم كمان صوت القرمشه. طبعا سامعين بجد بجد يستاهل التجربه، حلوه قوي، طريقته لذيذه وخفيفه وما خدش اي وقت، وبصدر فرخه واحد بس عملنا الكميه الحلوه دي. اجمل غدا واجمل عشاء واجمل جوع اخر الليل، يعني هو ينفع في كل حاجه. ممكن كمان نعمل جنبه مكرونه حلوه قوي يا حبايب قلبي. كل اللي بتمناه من ربنا هي محبتكم ليا ودعمكم ليا باللايكات والاشتراكات الجديده، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ودايما تدعموني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد يا حبايب قلبي. يا ريت ما تنسونيش باللايك. باي.